مؤمن زكريا بيحاول مؤمن زكريا على الارض عند ايهاب. يا ولد يا ولد يا ايهاب يا مصري، يا ولد يا ايهاب يا مصري، جول للمصري البورسعيدي. وايهاب مصري بيحيي احمد زهران. ايهاب المصري بطريقه متميزه وبمهاره عاليه بتبان فيها خطوره ايهاب المصري اللي بيسجل الهدف الاول لمصلحه المصري البورسعيدي. ايهاب المصري بيسجل للمصري وبروح الكابتن حسن نصر وهدف اول. ادي انطلاقه من الاجناب اللي بنتكلم عليها ومؤمن زكريا، لكن ايهاب استلم براحته وعدل وهدد وسجل وهدف اول لمصلحه المصري البورسعيدي. مؤمن زكريا عدى كويس من قدام عبد الرحمن، لعب عند ايهاب. مين بقى هنا اللي مكمل مع ايهاب؟ ده استلم براحته خالص وعدل براحته خالص وسجل الهدف الاول للمصري البورسعيدي. ايهاب المصري بياخد الكرة عيد عبد الملك، يقف على الكرة عيد، يلعب واحدة عالية، محاولة المرة دي صافي صافي. يا ولد يا ولد يا ولد يا سالم يا صافي يا سالم يا صافي واحمد عيد عبد الملك. يا لعيب قوي يا لعيب قوي. واخيرا الحرس بقى من كرة طويلة بيقول لي هنلعب الطويلة وهنكمل الطويلة وصعب عليك يا شناوي. ويا ولد يا جامد قوي يا احمد يا سالم يا صافي. لسه كنت بقول ان سالم صافي نزوله عمل تحرك، وادي عيد. بص بقى بص بقى الخطأ الدفاعي لما بيحصل وسالم صافي قطع. يا ولد على الاستلامة، يا ولد على الركنة، يا ولد يا حرس الحدود. والتعادل للحرس عن طريق احمد سالم صافي. لكن احمد عيد عبد الملك امتياز، امتياز من احمد عيد عبد الملك، امتياز جميل قوي من احمد عيد عبد الملك، ونموذج من هجمه حلوه من نادي حرس الحدود. عيد عبد الملك لصافي وسالم. لكن مكي بيتقدم بيستجمع تركيزه وركله جزاء. مكي والشناوي ومكي والشناوي ومكي والشناوي ومكي والشناوي ومكي. ويا مكي يا مكي يا مكي التاني الحرس الحدود. الشناوي نجح في الاولى، لكن احمد حسن مكي قال له لا هسجل. وطبعا الكل رايح عند الراجل ده عم صافي، ده عم صافي ومعاه حسن مصطفى عامل اوضه الملابس. الناس اللي بيتفائل بيها لعيبه الحرس. 2 الحرس 1 المصري. الدقيقة 75 الشناوي. نبص بقى ادي مكي وبص الشناوي طار على الكورة، محدش كان مكمل، لكن احمد حسن مكي بيحطها بوضعية هوائية ممتازة عشان يبقى التاني للحرس 1 للمصري. احمد حسن مكي بيسجل هدفه السادس في الدوري وهدفه رقم